انا بشوف ان الدوري المصري واحد من اسرع الدوريات في المنطقه العربيه. هو منتخب مصر ما كانش بيلعب كره رومانسيه، يبقى باي حق باجي اقول ان منتخب مصر عشوائي عشان بيلعب كره طويله؟ حبيبي يا شباب، ازيك يا منعم؟ انت ايه الاخبار؟ كله حلو. اه هنشوف المنتخب مبسوط وسعيد واول ومن غير بقى حسابات، وهنبقى متضايقين، هنبقى متصدر، لا مبسوط. تكلمني فاهم. انت اصلا اول يعني من المرات القليله اللي منتخب مصر فيها ما يدخلكش في حزب، حزب البرم ما بالظبط. تبقاش بقى ماسك آلة حاسبة وعمال تحسب وبنين عندها ومش عارف مين عندهم واحنا عندنا. فدي انت حاجة. قاعد مرتاح بقالك 3 ايام. تفتكر ده بسبب إدارة حسام حسن، ولا بسبب زي ما بعض الناس والأصوات بتطلع تقول لك المجموعة؟ لا، طب نفس الناس دي اللي كانت بتقول احنا مش هنصعد اصلا، او لو صعدنا هنصعد بطلوع الروح. هي نفس الناس برضه. ايوه لا، فلازم ندي راجل حقه، لازم ندي راجل حقه. حسام، ناس كتير جدا كانت بتنتقده وبتشوف ان هو مش هيعمل حاجه مع المنتخب، وهنروح المغرب ونرجع العشاء وكل الهق تصدقني في حاجة يعني بغض النظر الصراحة. فاهم. فلا، كان الراجل كان بيتعامل عليه سف كتير يعني. دي حقيقة. لكن يعني احنا لينا اكل ولا بحلقه. بالظبط. فالراجل صعد اول من تاني ماتش مرتاح. وتالت ماتش زي ما انت شفت بيلعب التيم كله بدله. فلا يعني التحيه لحسام حسن بجد والله، بغض النظر عن اي حاجه بقى مستوى يعني. هي الكوره نتائج، ماشي. المستوى بيجي بعد النتائج يعني. هيجي المستوى هيجي، بس اهم حاجه تكتسب الثقه بالنتائج. وبعد كده هتيجي المستوى هيجي والله. وانا شايف المستوى هيعلى كمان في البطوله. لان كمان لسه هنواجه المنتخبات القويه. فهتظهر قوتك مع المنتخبات القويه. بس قول لي انت بقى، انت اصلا يعني كنت متوقع ان كابتن حسام يبتدي بالشكل ده؟ بص، وانا اخر حاجه كنت متوقعها مع كابتن حسام حسن ان هو يغير 11 لاعب، حتى كمان البدله. ما انت مش بتحسبها 11 بس، بالظبط. حتى البدله كمان يعني، بعيدا عن زيزو وحمدي فتحي، فانت فعلا نزلت كله جداد. بس انا الحاجه اللي قدرت اوصل لها في 3 ماتشات برضو يا منعم، انت لما بتكون بتشوف اول ماتش سواء زيمبابوي او جنوب افريقيا، فانت قاعد مضغوط، قاعد متوتر برضو غصب عنك وغصب عن بعض الناس، سواء بقى في السوشيال ميديا او عادي لما بتشوفهم وتقابلهم. لا، بتلاقي الناس يعني في حته عاطفيه شويه. انما امبارح انت تقريبا، ودي حتى حاجه من المميزات انا بشوفها، ان انت من فتره طويله قوي ما وصلتش للمرحله دي، ان انت تبقى داخل دور او النوك اوت عموما بقى، بالظبط. داخل وانت مرتاح. انت 6 نقط اوريدي، انت الاول. حتى لو جنوب افريقيا كسب مش فارقه معاك، انت الاول كده كده. انا مستني، بالظبط. مش انا اللي بقى قاعد مستني بقى يا ترى هيحسبوا لي مش هيحسبوا. انا مستني بقى يا بنين يا زامبيا يا اي حد يجي. فامبارح الماتش بالنسبه لنا انت كان هو تقدر تقول مثلا في اطار ان هو كان شبه ودي بس في اطار رسمي. بالظبط. فانت كنت قاعد مرتاح. صح. فالراحه دي بتخليك تعرف تفكر بعقلك اكتر من عواطفك. بالظبط. فانا الحاجه اللي شفتها ولاحظتها هو ان كابتن حسام حسن، وقد تكون الكلمه نوعا ما ممكن صداها عند بعض الناس تبقى في استغراب، نضج تكتيكيا. يعني ايه ازاي ده كابتن حسام حسن عنده 60 و70 سنه يا عم عادي. هو كابتن حسام حسن ايام المصري وايام بيراميدز وغيره هو كان يعني مدافع بيكتشف نفسه برضه، تحس انه بيكتشف نفسه. بالظبط. برضه قيمه الفرقه اللي ماسكها، هو ماسك منتخب مصر. فهو بقى في نضج، بقى في اكتر واقعيه. انت امبارح بتلعب بالظبط واقعيه. بالظبط. يعني انت خد بالك، انا عايز اقول لك ماتش اوزبكستان من وجهه نظري، ماتش اوزبكستان كان نقطه فاصله في واقعيه الكابتن حسام حسن. دي حقيقه. من بعدها ماتش نيجيريا. انا ماتش نيجيريا تحديدا عشان كده قلت لك انا ايه، عندي احساس ان احنا ناخد البطوله كان بسبب ماتش نيجيريا بالمناسبه. مش عشان حاجه يعني، سيبك من بس انا شفت فيه هو عقله او تفكيره، لا في اختلاف. فمن اللحظه دي لا قلت لا كابتن حسام، لا في واضح ان هو شخصيا، لا هو في حاجه اتغيرت من جواه. بالظبط. فبالتالي هيتغير. بالظبط. هو الواقعيه فعلا. وفي نقطه كمان مهمه قوي، مش عارف خدت بالك منها ولا لا، انه كابتن حسام حسن ما بقاش بيدي ادوار مركبه للعيب. برافو عليك. فانت اللعيب بقى اصل برضه انت بتتكلم في ايه؟ انت بطوله مجمعه. صح. وقت التجمعات قليل، وقت المعسكرات قليل. انا في بطوله اصلا مجمعه بقى تاني، رجوعا اللي انا كنت بقوله، فانت ما عندكش الوقت الكافي فانك تدي ادوار مركبه للعيبه.
فانت بتاذي المنتخب وبتدمر المنتخب. صح. وده كانت احد المشاكل لمنتخب مصر مع كابتن حسام، مع قديم الازل، مش مع كابتن حسام بس، مع كيروش ومع كوبر ومع غيره ان في ادوار مركبه. انما كابتن حسام حسن هو فعليا انت امبارح بتتفرج على الماتش، لا كل لعيب ليه دور بالظبط. حتى في التغييرات تحس ان كابتن حسام حسن اللعيب اللي مش بينفذ الدور المحدد ده، لا انا هسحبك وانزل ممكن لعيب بخصائص مختلفه. وطبعا كده احنا هنشوط بقى ونخش في الحلقه جوه وهنتكلم عن شويه تفاصيل مهمه جدا في الجيم. انا بقى عايز اسالك على حاجه مهمه الاول. في البدايه لما قريت التشكيل انا عايز اشوف رياكشنك. فتحت بقي قد كده. استغربت ولا كنت اتفاجئت جدا. اتفاجئت جدا طبعا، اتفاجئت بجد. يعني انا بشوف التشكيل يا نهار ابيض، ده لا قلبه ميت. ففكره ان هو كمان يبتدي يدي التيم كله، انت متخيل ان التيم كله في البطوله لعب ما عدا احمد الشناوي ومحمد صبحي تقريبا. فلا بصراحه حاجه. وبعدين هو بيحضر، يعني فكره بعيد عن بقى اصل في ناس بتقول بيورينا هو اللعيبه هو من الاساسي من الاحتياطي. انا ما بشوفش كده، انا بشوف ان هو واثق فيهم برضو. انا بشوف ان الكابتن حسام واثق فيهم وبيحضر للماتشات اللي بعد كده. يعني لا يعني ممكن في لحظه من اللحظات يحتاج واحد من اللعيبه دي فاذا يكون رجله في الملعب وخد اجواء البطوله واي واحد منهم يكون حاضر. بس اتفاجئت بصراحه يعني. انت طبعا انا وقتها كنت عايز اقول، لان احنا كنا بنتكلم في النقطه دي، انت قلت لي 5-6 لعيبه بالكتير. فقلت الله اعلم شويه دلوقتي تلاقيه يعني عمال يعني يشتم ويسب ويلعن. لا هو انا بالنسبه لي انت اصلا لو تفتكر احنا كنا لما اتكلمنا وقلنا اللاعب انجولا ازاي، اتكلمنا انه التحضير ولازم تحضر لعب كتير تستدعي ضغط انجولا كتير، لان انجولا بتندفع وتقدر تخلق. طب ماشي، قبل طريقه اللعب انا بتكلم على التشكيل نفسه. انا هو الطريقه اللي انا بقول لك عليها دي هتدخلني في حته التشكيل، ان هو فكره انت بتستدعي ضغطهم عشان تبدا تلعب في ظهرهم او في المساحات الواسعه، فتبدا طول الوقت تحط هجومك بشكل مباشر مع دفاع انجولا. فعشان كده كان مهم جدا بالنسبه لي ان كابتن حسام حسن يا يحط لعيبه كويره في مناطق التحضير، يا اما يستمر على نفس النمط او الرسم التكتيكي. فكابتن حسام حسن استمر على نفس النمط او الرسم التكتيكي. وبالمناسبه برضو في حاجه، عشان بعض الناس بتعتقد ان كابتن حسام حسن ممكن يلجا ل 3-5-2 طول البطوله. بالمناسبه هو منتخب انجولا بيلعب 3-5-2 برضو او 3-4-3. يعني هو اصلا انجولا غير امبارح، لان هو بدا حتى يدخل مابولولو لاول مره وشيكوبانزا اساسي لاول مره، فحصل شويه تغييرات وتعديلات في طريقه لعبهم. فبالنسبه لي لما قريت التشكيل، انا بالنسبه لي هفكرك بحاجه دايما بقولها في الحلقه الاولى وفي الثانيه ولا في الثالثه. انا بالنسبه لي مش بعتمد او مش ببص للاسماء، انا ببص للخصائص والتوظيفات. تمام. اول ما قريت التشكيل تخيل ايه اللي لفت انتباهي وعلقت عليه؟ ايه؟ لا انا هسيبك انت تخمن، انت المفروض على صاحبي وحبيبي وعارفني يعني. قول لي كده مين الاسمين تحديدا اللي انا علقت عليهم؟ اعتقد امام عاشور وزيزو. لا هو انا الاسمين كانوا موجودين بالفعل في التشكيل. دول الاسمين اللي لفتوا انتباهي، صلاح محسن ومصطفى محمد. والمناسبه برضو تاني انا مش بتكلم عن اسامي، انا بتكلم عن خصائص وتوظيفات. تمام. انت دلوقتي كابتن حسام حسن في مباراه جنوب افريقيا كان بيشتغل على ايه؟ على وجود صلاح ومرموش في عمق الملعب، بس جنوب افريقيا كانت بتلعب بثلاثه. ماشي. فدايما كانوا عاملين عمق، فعشان كده صلاح ومرموش ما حطوش ضغط في عمق الملعب. فكان مين اللي بيضيف؟ كان زيزو وتريزيجيه على الاطراف ومحمد هاني وحمدي على الممرات الخارجيه. تمام. لكن في ماتش امبارح، ماتش انجولا كانت بتدافع ب4. ماشي. فيا بختك يا كابتن يا حسام حسن، عارف انت سالك لو انا هنزل نفس الطريقه هوب بيلعبوا ب4 ورا، يبقى مصلحه. يبقى انا هحط طول الوقت صلاح ومحسن ومصطفى محمد على قلبين الدفاع. بس مشكلتي في مصطفى محمد وصلاح محسن ان كورتهم مش حلوه في الربط. يعني مصطفى محمد بيفقد الكوره كتير، صلاح محسن مش بالقوه الكافيه انه يخش في صراعات بدنيه. فكنت بشوف من بدايه الجيم اول ما شفت التشكيله انا قلت كده بالظبط، يا صلاح محسن ومعاه زيزو او امام عاشور، يا مصطفى محمد ومعاه زيزو او امام عاشور. انا ما جاش في بالي مصطفى فتحي، لان انا متوقع ان دايما هيحطوا مصطفى فتحي وينج، لان محدش قادر يفهم لحد دلوقتي ان مصطفى فتحي مش بروفايل وينج. مصطفى فتحي مهاجم تاني او مهاجم متاخر. ماشي. احلى فتراته كانت مع كابتن احمد سامي في سموحه، كان بيلعب مهاجم متاخر. فبالتالي انا كان اعتراضي كله او تعليقي كله وجود الاثنين اللي ما بيعرفوش يربطوا اللعب ولا يلعبوا كوره ولا صلاح محسن ما عندوش قوه بدنيه كافيه، مصطفى محمد ما عندوش القدره انه يلعب على الارض، فدي بوظت شويه هجوم منتخب مصر الشوط الاول. فده كان تعليقي. وعدم اعتماده على اسامه فيصل.
انا برضو دي حاجه من الحاجات اللي انا فكرت فيها، ان اسامه فيصل كوير. يعني اسامه فيصل بيقدر ينزل يستلم ظهره، بيستلم بظهره كويس جدا، وبعدين بيقدر يقف على كورته، وبعدين كورته حلوه، وبيعرف يعمل الربط ده كان مهم قوي. عشان كده هو خرج مصطفى محمد في الشوطين، مش عشان مصطفى محمد ضايع، عشان برضو بعض الناس تقول لك مصطفى محمد لا يصلح. لا، هو يصلح بس مش للادوار دي. اصل في ناس كتير فعلا اتكلمت، طب ما كان ساب مصطفى وشال صلاح محسن. بص، هو صلاح محسن عنده السرعه، لان برضو في الشوط الثاني مع نزول زيزو هو خرج صابر، فنزل زيزو ادى سرعه في ايقاع اللعب المنتخب مصر، بغض النظر عن تصرفه بالكوره، عشان برضو لازم الناس وهي بتتفرج تفصل اللعيب بالكوره وبدون الكوره. ماشي. زيزو احسن واحد في الجيم، اديله اعلى تقييم بدون كوره. طب وبكوره؟ ما مش لازم نقيمه لان هو فعلا امبارح انت كنت ببساطه شديده الكوره اللي جات لك من ابراهيم عادل، انت لو كنت شطها بيه اصلا هي على عدلتك يا زيزو بالظبط. بس فانا بالنسبه لي التركيبه بتاعت منتخب مصر هي كويسه، بس كان صابر ايقاعه بطيء، مصطفى محمد وصلاح محسن مشكلتهم اللي قلت لك عليهم. فانت ايه اللي شفته في الجيم بقى لما دخلت بقى خلاص الماتش بدا، الحكم صفر، علي محمد علي بدا يتكلم فبدات انت بقى ايه تحس بايه وتشوف ايه مع الماتش؟ والله الماتش كان بصراحه ماتش ممل. يعني الماتش ما كانش فيه حماس، يعني الماتش يعني بص، هو انت قلتها هي جمله حقيقيه فعلا، ده كان احساسي ان هو كان ماتش ودي بطبع رسمي. يعني انا وانا بتفرج على الماتش حسيت نفسي الاحساس ده. هو ماتش ودي، احنا ده بره البطوله، بس في طبع رسمي اللي هو هيفرق معانا في الرانكينج، فاحنا مهتمين بيه علشان كده، يعني عشان خاطر التصنيف بتاعنا، فاحنا ده اهتمامنا بالماتش على هذا الاساس يعني. غير كده لا، ما شفتش بصراحه يعني. ما يعني مش عايز برضه اقول فروق كبيره، بس لا، في فروق واضحه. واعتقد برضه كابتن حسام بالنسبه له لا استفاد. يعني من مباراه امبارح لا، كابتن حسام استفاد مصطفى شوبير جدا. فاهم انت؟ يعني الشناوي يعني حارس مرمى كبير وحاجه كبيره جدا، بس احنا اطمنا ان لا قدر الله في حاله اصابه الشناوي لا قدر الله في اي لحظه من اللحظات، لا احنا عندنا حارس مرمى ما يقلش عن الشناوي كتير. بالعكس يدي لك الطمانينه والثقه ان هو في حارس مرمى كبير موجود. يعني حسام عبد المجيد استعاد جزء من ثقته برضه. يعني عمل ماتش كويس، ورغم ان الكره اللي ضيعها برضه يعني كانت محتاجه تركيز شويه. لعب بكاتي يعني، بكات قوي يعني ما ينفعش تطلب منه اعظم من كده. ليه؟ ما في باكات يعني بتعرف تعملها. دي كانت عايزه صلاح محسن، مصطفى محمد، عايزه في باكات بتعرف تعملها يعني، بس يعني بتبقى في اوضاع مختلفه. طيب مين تاني في الماتش او في الفرقه او حتى لو بعيدا عن اسماء لعيبه، يعني انت مش بتتكلم عن اسماء لعيبه بس كفكره بقى، شفت الماتش ازاي؟ شفت حسام حسن ادار الماتش ازاي؟ شفت حسام حسن ادار الماتش بشكل واقعي جدا. ده اللي عجبني فيه. انه فعلا لا، في واضح بقى، في شكل واضح للتيم وبيعتمد عليه، سواء اساسي هيلعب بنفس الشكل او بشكل معين، الاحتياطي هيلعب بنفس الشكل. فهو يعني انا حسيت ان لا، في ملامح واضحه للتيم، سواء كان الاساسي او الاحتياطي. فما اعرفش انت بقى، انت يعني انت لما شفت الماتش كده امبارح بقى، انت كان يعني مين من الاسامي، خلينا في الاسامي، انا عارف انت ما بتهتمش بالموضوع ده كتير، بس معلش خلينا برضه عشان في ناس بتحب برضه تعرف تقييمات اللعيبه من وجهه النظر. فمين من الاسامي اللعيبه اللي كانت موجوده مثلا انت شايف ان هو لا يعني يعتمد عليه؟ بص، هو انا بالنسبه لي يعني طبعا هم كلهم عملوا اللي عليهم، بس برضو انت بتتكلم في رتم ماتشات. بس اللعيب اللي نور قوي بالنسبه لي امبارح هو كان ابراهيم عادل، مع الوضع في الاعتبار ان ابراهيم عادل في الدوري الاماراتي زعلان منه. ايقاع اللعب في الدوري الاماراتي بطيء جدا جدا، بس انا زعلان منه. ليه؟ زعلت منه جدا امبارح. يعني في ماتش زيمبابوي قلت يمشي الحال ماشي، يعني كان في زيمبابوي ولا جنوب؟ هو لعب في زيمبابوي، ما لعبش في زيمبابوي. تمام. فقلت ماشي الحال، هو راجل نازل من على الدكه وعاوز يثبت نفسه ويقول انا نازل واعمل فرق ومش عارف ايه، رغم انه كان فيه سنه انانيه في ادائه. امبارح ابتدى الماتش فقلت طب يعني الامور هتبقى ماشيه كويس. فحسيت لا، هو ما عملش غير باصه زيزو تقريبا، لكن هو كل كوره بياخدها هو عايز يعمل يعني عايز يعمل كل حاجه. فلا يعني شايف في سنه في طريق في لعبه، شايف ان في سنه انانيه شويه، وعايز يقول انا موجود
ما اعرفش بقى حته تسويقيه، عايز يثبت نفسه لكابتن حسام، عايز يقول انا جدير ان انا اكون في منتخب مصر. ماشي، كل دي مشاعر كويسه جميل. ولكن احنا يهمنا بقى ادائك في الملعب. يعني ادائك في الملعب لازم يكون في تعاون مع زمايلك في الملعب، ولازم ترفع وشك وتبص تشوف مين اللي تلعب له الكوره ومين اللي تباصي له. وفي ناس كتير بتبقى محتاجه ثرو، هي باصه توصل للجون، هو بيتاخر فيها، بيطول الكوره على يعني زي ما قلت لك، هو بيحب يظهر مهاراته بزياده يعني. بص انا يعني هختلف شويه معاك في الجزئيه دي. ماشي. هو اكيد طبعا في حته برضو بيطول الكره شويه في رجله او بيتقلها شويه في رجله. انت كنت قلت لي الحلقه اللي فاتت او اللي قبلها باين على تريزيجيه ان هو بيتقل الكره في رجله. انا ساعتها حتى قلت لك هو بيتقل الكره في رجله ليه؟ عشان مفيش حلول في الباص. وده كان تحديد كان في ماتش زيمبابوي فعلا، برافو عليك. لان فعلا في ماتش جنوب افريقيا انت لما مليت الخمس ممرات تريزيجيه بيلعب بسرعه عادي جدا. طب ما انت حلو اهو بتلعب كوره بسرعه. فابراهيم عادل امبارح كان بيعاني من نفس مشكله تريزيجيه في الماتش الاولاني، رغم ان برضه كابتن حسام حسن كان بيلعب بنفس النمط او الرسم التكتيكي بتاع ماتش جنوب افريقيا. تمام. بس الفكره في ايه؟ في الخصائص مصطفى محمد وصلاح محسن. مصطفى محمد انا مش هينفع اديله الكره في رجله واقطع له، لان انا كده كده لو اديت لمصطفى الكره في رجله لازم ارجع امن، لانها كده كده هيفقدها. فبالتالي ابراهيم عادل كان كل ما يستلم الكوره في حلول، بس مين الحلول؟ مصطفى محمد او صلاح محسن. طب هم هيفقدوا الكوره، فانا هحاول اكسب مساحه واكسب وقت والكوره معانا. فده كان واحده من المشاكل. ليه بقول كده؟ هو مش افتراض، الكلام ده تحليليا، لان في الشوط الثاني لما مصطفى فتحي نزل وزيزو نزل وبدا وسط الملعب يبقى اسرع، فبدا ابراهيم عادل يدي بساط ويبدا يصنع لعب. ماشي. الكوره في رجل ابراهيم عادل في الشوط الثاني ما كانتش تقيله، كانت اسرع. في حته برضو في بعض المواقف كان بيتصرف فرديا، لانه في الاخر في النهايه هو وينج مهاري. انت اللعيبه عموما اللي هو زي صالح جمعه ولا زي امام عاشور، اللعيبه دي ممكن الكره تتقل في رجلهم شويه. ليه؟ عشان هو لعيب مهارته الفرديه عاليه، بيقدر يدربل وبيقدر يقف على كورته. فمفيش مشكله ان هو اوري الناس قدراتي، فمفيش مشكله ان ابراهيم عادل يوري الناس قدراته. بس وانس ان انت حطيت له لعيبه ايقاعها سريع، هو بدا يشتغل معاهم بشكل كويس، فبدا يحصل ربط وتناغم بشكل افضل. مع برضو الحته الثانيه اللي الناس للاسف الشديد بتتغافلها تماما يا منال، وهي فكره الانسجام. ماشي. بالمناسبه الكلمه دي الجمهور بقى بيتعامل معاها انها كليشيه. لا هو مش كليشيه خالص. امبارح انت بتتكلم ان ثلاثي الدفاع لعبوش مع بعض. لا هو حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل بس يعني لعبوا مع بعض في الزمالك بس ما لعبوش كتير. طب ليه خرج محمد اسماعيل؟ بص انا شفت ان محمد اسماعيل امبارح كان ناحيه شيكو بانزا كان في ضغط عليه اكتر. فتحس ان كابتن حسام حسن يعني انا ما شفتش ان محمد اسماعيل فشل امبارح في ال 45 دقيقه. بالعكس يعني هو قدر برضو يتعامل مع شيكو بانزا بحكم برضو ان هما الاثنين في فرقه واحده فحافظين بعض. بس تحس ان كابتن حسام حسن حمى محمد اسماعيل وطلعه، فنزل مكانه ياسر ابراهيم بخبراته. وفعلا مجرد ما ياسر ابراهيم نزل الجنب الشمال لمنتخب انجولا اختفى تماما. بس انا زعلت من الانذار اللي خده قوي. بس فلا ابراهيم عادل انا بشوف ان هو امبارح من اكتر اللعيبه اللي نورت. حتى لو تاخد بالك كابتن حسام حسن اداله الماتش ما خرجوش لانه اداك ولعب. بس انا اللي فعلا كان بالنسبه لي كان فيه علامات استفهام كتير قوي كان مهند لاشين. مهند لاشين امبارح كان ايقاعه بطيء في بنى اللعب، الكره تقيله قوي في رجله. ففعلا كان منتخب انجولا حتى بدات الاحظ ان بوميل بدا يدي ادوار للاعيبه انجولا ان هم يضغطوا على مهند لاشين. ففقد الكره اكتر من مره في عمق الملعب، ووديت انجولا على دفاعك بشكل احنا في غنى عنه، وفي الاخر اتصبت بسبب برضو تقل الكره وخرجت وممكن ما تلعبش تاني. يعني ممكن الاصابه لوحدها توقفك، مش كابتن حسام حسن، الاصابه هتوقف خلاص. ودي برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي ليها علاقه بالعقليه بتاعت اللاعب. طب ماشي يعني انت امبارح يعني ما اعرفش، بحس انه مش مهند لوحده. يعني كان في امبارح برضو اكتر من لاعب. هو رتم بخد بالك برضو، بحس ان رتم الدوري المصري فارض نفسه على اغلب اللعيبه الموجوده. يعني رتم الدوري المصري رتم نايم، مفيش رتم مش سريع. فبالتالي اغلب اللعيبه الموجوده امبارح دوري مصري يعني، او كلهم مش اغلبي، كلهم دوري مصري. فرتمهم حتى مفيش غير مصطفى محمد، فرتمهم كلهم في الكوره بطيء التصرف في الكوره بطيء. بس فحسيت ان زيزو امبارح هو نازل بيلعب مع اولاد اخته يعني، مش مع زمايله في الفريق.
والله فاهم. فاللي هو طب انت ازاي يعني؟ وبعدين انت المفروض لعيب دولي وكده. حسيت انه شويه مش عايز اقول بيتعالى، بس حسيت فيه سنه ايه، أنا مش نجومية. مكاني مش قيمتي. ايه اللي انت منزلني معاك؟ فاهم. فين التاني اللي هو بتاع ليفربول ده؟ بالظبط. انا اديني من ده اديني من ده. فما اعرفش، احساسي ما اعرفش بقى الاحساس ده وصل لك ولا ايه؟ بص، هو يعني انا هتفق في شق وهختلف في شق. الشق الاولاني ان الايقاع كان بطيء لا مفر منه، بس مش عشان الدوري المصري، يعني بالعكس انا بشوف ان الدوري المصري من اسرع الدوريات في المنطقه العربيه بالمناسبه ماشي، يعني. بس على مستوى على يعني مستوى الكره العالميه رتم بطيء. لا انا هقول، ما انا سيبك من الكره العالميه، احنا بنتكلم في الكره العاديه بتاعت افريقيا العاديه بتاعتنا دي. مش انت ابعد ماتش كاميرون وكوت ديفوار عشان كنت لسه اقول لك انت كنت لسه انا عارف اقول لك دماغك منورت اهي، شفت العالمين عينيك. كنت لسه اقول لك شفتش الخناقه بتاعت رضا باسماعيل دي؟ لا دي برضه خلي بالك، دي حاجه تانية. انت بتتكلم اللي هم الافارقه والجنوب بقى والغرب والكلام ده كله، لا بيبقى عندهم سرعات وعندهم قوه بدنيه غير خالص شمال والحاجات دي مش، ما كلها. احنا لو قابلناهم بنفس الريتم ده هنبقى. لا بس خلي بالك، منتخب مصر في مباراه جنوب افريقيا كان بيلعب برتم سريع. ليه؟ عشان نوعيه اللعيبه اللي انت معتمد عليه في ده نص اللي قصدي الملعب. عليه. يعني مروان عطيه مش من اللعيبه اللي بتبطئ او بتتقل الكره في رجلها، لا ماشي. لعيب بيقدر يمرر بسرعه، بيكشف الملعب. تريزيجيه، زيزو، صلاح، مرموش، الجنب الشمال او الجنب اليمين سواء هاني او فتوح او حمدي، لا كل دول لعيبه ايقاعهم سريع. بس انا هديك مثال برضو عشان بيدلل على الكلام. انا دايما بحب في التحليل حتى ماشي. كمان التدليل، عشان برضو انت كواحد متلقي، لا الراجل ده مش بيتكلم غلط. والتدليل هو اللي حتى بيأكد لك وجهة النظر بتاعتك. فاكر اداء ابراهيم عادل في الاولمبياد؟ ده كان عالمي طبعا. ليه؟ هو كان بيلعب فين ساعتها؟ في بيراميدز. بيراميدز ايقاع لعب سريع زي الاهلي زي الزمالك، الفرق اللي هي سريعه طول الوقت. انا استغربت ايه النقله اللي هو اتنقلها هو النقله دي عشان خاطر ايقاع اللعب في الدوري القطري، ايقاع اللعب في الدوري الاماراتي بطاء. فعشان كده تلاقي حمدي فتحي، تلاقي حتى هقول لك على ملاحظه، وجمهور الاهلي هيفتكر او هيركز في الكلام ده، تريزيجيه وبن شرقي اول ما رجعوا الاهلي. دي حقيقه فعلا. هل تريزيجيه وشرقي وبن شرقي نفس السرعه ونفس الريتم ونفس الاداء اللي بداوا بيه هو بتاع دلوقتي؟ لا، في فرق كبير. الناس حتى كانت بتقول لك هو تريزيجيه عايز يعمل كل حاجه في الكوره، لا هو مش عايز يعمل كل حاجه في الكوره، هو تقيله قوي يا جماعه في رجله. فتلاقي الكوره بتقعد معاه، انت بجد يعني انت اصلا بتحسب سرعه الريتم بناء على ايه؟ معدل الباص في الدقيقه. تمام. عملت كام باصه في الدقيقه، فده بتحدد منه سرعه الريتم او بطئه. لا تريزيجيه لوحده كان بياخد 3 4 دقائق والكوره في رجله. يعني انت في لعيبه اصلا بتاخد 3 دقائق في الماتش كله. فده بسبب ايه؟ النقله من دوري اماراتي الايقاع فيه بطيء، او دوري قطري كان الايقاع فيه بطيء، لدوري مصري الايقاع فيه سريع، ومع فرقه زي الاهلي او بيراميدز او الزمالك ايقاعهم سريع. فالدوري المصري بريء من اللي حصل امبارح. يعني انا بختلف، انا بشوف ان الدوري المصري واحد من اسرع الدوريات في المنطقه العربيه. الايقاع اللي كان فيه الملعب امبارح جزء منه انسجام، وجزء منه ان اللعيبه دي لا غير معتمد عليها. فشوف مين اللي كان منور في الجيم امبارح، او امتى نور؟ كان ابراهيم عادل في الشوط الثاني. ده رأيي. اتفقت واختلفت عشان بس ما تحسش ان انا جاي عليك. مش جاي عليك. جاي عليك، هو انت حبيبي يعني. مش هرجعك مكسور. امبارح السوشيال ميديا اتفاجئنا بكميه هجوم رهيب جدا على المنتخب وعلى شكل المنتخب، وان في اداء عشوائي. انت شفت ان اصلا انت شايف طريقه الهجوم والهجوم على المنتخب بالشكل ده؟ والله بص، انا بالنسبه لي يعني السوشيال ميديا بقت نار. بقت اي حد يقرب لها لازم يتحرق. بس انا هكلمك حته تكتيكيه. انت دلوقتي منتخب مصر امبارح هو منتخب مصر ما كانش بيلعب كوره رومانسيه، بيلعب كوره طويله اللي هي ما بتعجبش الناس اللي عايزين تيكي تاكا وحاجات كده مش متناسبه مع خصائص اللعيبه المصري. فكابتن حسام حسن امبارح ببساطه 5-3-2 او 3-5-2 الطبيعيه اللي عملها في جنوب افريقيا، ثلاثي وسط ملعب انجولا مراقبين صابر ومهند وابراهيم عادل. ابراهيم عادل ده هيكمل معانا في الخطوات فخلينا فاكرينه. فانت عمق الملعب عندك متروس، وانا قلت لك ان منتخب انجولا بيندفع، فبداوا يندفعوا وبداوا يتسحبوا مع الثلاثي بتاع وسط الملعب عشان تتخلق فجوه بين الدفاع ووسط الملعب انجولا. تمام. مين اللي بيسقط في المساحه؟ مصطفى محمد او صلاح محسن. ماشي. وهنا ذكاء كابتن حسام حسن، وبرده بشوف انه حظه الكويس ان منتخب انجولا كان بيلعب 4، انه حط صلاح ومصطفى محمد الاثنين على 2 في قلب الملعب، فبقى شكل رباعي بتاع دفاع انجولا
عليهم 2 من هجوم منتخب مصر. في عمق الملعب حلو بقى في خطوره على منتخب انجولا، تمام. بس كوره الاثنين مش احسن حاجه، فكانت بتحبط الهجمات. بس الفكره الرئيسيه ان مصطفى محمد يسقط ويسحب معاه المدافع، فيخش ابراهيم عادل يكمل كمهاجم تاني. ودي تعليمات كابتن حسام حسن ان لازم عمق الملعب يبقى دايما في 2 لعيبه. ماشي. الجزء الثاني وده برضو كنا اتكلمنا عنه في مباراه جنوب افريقيا، وهي السيناريوهات او الافكار او التريكات اللي كابتن حسام حسن حاططها سواء في الحالات الهجوميه او في مراحل التحول اللي احنا بنمتاز بيها اكتر. انه دايما عندك 2 في عمق الملعب، كان صلاح ومرموش، بعد كده بقى مصطفى وصلاح محسن، وعندك 2 تحتهم اللي هم صابر وابراهيم عادل، دول 8 على الورق، بس ادوارهم في الملعب ان هم بيكملوا على الاطراف كوينجرز عشان يبداوا يفتحوا الملعب. بيملوا الممرات الداخليه عشان فتوح وعيد من الجنبين يبداوا يسحبوا الباكين، تتخلق الهاف سبيس او المساحات اللي بين الباك وقلب الدفاع، فيبدا على طول صابر يكمل فيها وابراهيم عادل يكمل فيها. فاذا منتخب مصر عنده نمط هجومي، عنده نمط في التحولات، وعنده نمط دفاعي. يبقى باي حق باجي اقول ان منتخب مصر عشوائي عشان بيلعب كره طويله؟ عشان السوشيال ميديا مش عاجبها الكوره دي. وبالمناسبه يعني خلينا برضو نتكلم بصراحه، يعني هم في منهم نسبه كبيره جدا عيال صغيره. عيال صغيره بمعنى كلمه ايه؟ يعني انت ممكن تلاقي عيل عنده 13 14 سنه هو اللي بيعمل، والله هو اللي سايق صفحه مثلا 17 18 سنه، هو اللي سايق صفحه وبيلامم حواليه عشرات ومئات الالاف من البشر وبيتفاعلوا على كلام تافه. وتلاقي ضغوط بتتحط على لاعب معين، بتتحط على مدير فني معين، وبتبتدي توجيه الرأي العام وتبتدي توجيه الجمهور بشكل معين في اتجاه وضغط. دي حته التوجيه دي هي دي بالنسبه لي احلى جمله اتقالت في الحلقه كلها حبيبي والله. ايه توجيه الرأي العام بتاع السوشيال ميديا؟ انت هو ما بقاش مجرد توجيه، ده قمع. دي حقيقة. بقول لك ايه، انت هتقتنع ان ياسر ابراهيم وحش؟ ارهاب يا عم، في ايه يا عم؟ وده الارهاب هو عاجبني يا عم، وده الارهاب الفكري. والله. واحنا بص، هو الارهاب برضو الناس متخيله ان هو الارهاب لازم امسك سلاح ومش عارف ايه. لا، في ارهاب فكري ان انت النهارده انا بحط عليك ضغط، بمعنى ان انت لو خرجت بره النطاق اللي انا رسمه في رأي، فانت كده خرجت، انت كده ملحد ونقيم عليك الحد. بالظبط. وقصتك قصه يعني. للمره الثالثه والعشرة والمليون كل حلقه ببقى بنفس الحماس، ومبسوط والله ان انا بتكلم معاك في الكوره. حبيبي وانا كمان والله. ونتمنى ان احنا نكون خفاف عليكم. وعايز اشكر الناس على التفاعل والفيدباك اللي انا ما كنتش متوقعه بصراحه على الحلقتين اللي فاتوا. ان شاء الله الحلقه المره دي تبقى احلى واحلى، طول ما معايا اخويا وصديقي، فان شاء الله انا اخش في النار يعني ان شاء الله. حبيبي يا شباب. حبيبي يا جماعه، انا مبسوط والله، واتمنى نكون يا رب نكون ضيوف خفاف عليكم، ومتشكرين جدا ليكم. الف شكر. السلام عليكم. سلام.